في الفيديو ده هنعرف اول تابتين معانا في الداشبورد بتاعت الووردبريس، وهما التاب بتاعت الداشبورد نفسها اللي هي اول ما بتفتح الداشبورد بتاعت الووردبريس نفسها، اللي بتظهر قدامك. وهناخد التاب بتاعت الابديتس، وهي التحديثات او المكان اللي بنحدث منه كل الاضافات او الثيمز اللي موجوده في الووردبريس. والفيديو ده يعني مش هيبقى طويل قوي عشان مش هيبقى فيه تفاصيل قوي، هتبقى كلها حاجات نظري وهنشوفها مع بعض دلوقتي في الداشبورد بتاعت الووردبريس. دلوقتي انا فتحت الداشبورد بتاعت الووردبريس نفسها. عندنا هنا هنلاحظ اللي فيه اتنين تابس، اللي هي الداشبورد تحتيها الهوم والابديتس، دول اللي احنا هناخدهم النهارده. يعني الجزء بتاع الداشبورد ده تحتيه الهوم والابديتس، دول اللي احنا هنتعلمهم النهارده. اول ما تفتح الداشبورد بتاعت الووردبريس هتلاقي الهوم بيج بتاعت الووردبريس نفسها او الهوم بيج بتاعت الداشبورد. يعني حاول بس تركز في المصطلحات دي عشان هتلاقيها كلها ايه، راحة جاية في نفس المعاني تقريبا. الهوم بيبقى عندنا ايه؟ بيبقى عندنا شوية ويدجتس. الويدجتس دي يعني بتبقى حاجة مصغرة أو معلومات مصغرة عن حاجة معينة. يعني مثلا هنا الأكتيفيتي. إيه الأكتيفيتي دي أو معنى الأكتيفيتي إيه؟ هنا الأكتيفيتي دي مثلا بيقولك آخر بوستات أنت عملتها، آخر كومنتس. يعني لو أنت فاتح مدونة، آخر الكومنتس اللي موجودة في الموقع، أو مثلا إيه لو 5 عملوا كومنتس هنا في الريسنت كومنتس دي بتظهر لك. الورد بريس ايفنتس اند نيوز دي مثلا ايه لو مثلا في حاجه جديدة عن الووردبريس. طبعا احنا ملاحظين الاصدار ال 6.5 هيتعمل له ريليس قريب. احنا دلوقتي تقريبا 6.4، فمثلا في كامب هيتعمل للموضوع ده، فيعني دي بتبقى اخبار. الكويك درافت لو انت مثلا ايه جات لك فكرة كده اللي هو انت عايز تضيف مثلا مدونة او عايز تضيف بوست، معذرة، يعني بتكتب مثلا فكرة سريعة عنه كده، وايه المحتوى اللي انت تقريبا هتكتبه، وبعد كده بتقول له سيف درافت، بعد كده تروح عند البوستس، ودي هنروح لها في فيديو تاني، وتكمل الدرافت اللي انت عملته ده. طبعا دي ما بتبقاش ثابته بالشكل ده، بيبقى فيه حاجات تانية كتيره جدا لما نضيف البلجنز، وهنفهم معنى الكلام ده قدام. والحاجات دي سهله التشكيل. يعني انا مثلا عايز السايت هيلث دي اخليها هنا، عايز اجيب الاكتيفيتي هنا، عايز اخليهم كلهم في حته واحده. انا حر اعمل اللي انا عايزه وانزل كده واطلع كده يعني. ولو انت عايز تضيف حاجات جديدة هنا برضو بتضاف. طب انا مش عايز زحمة. يعني انا مش عايز كل الحاجات دي. يعني انا عايز لما افتح الداشبورد كده تبقى هادية ما فيهاش اي حاجة. هنا هنيجي لحاجتين دايما هنلاقيهم تقريبا في كل التابات بتاعت الداشبورد دي كلها، وهي الهيلب والسكرين اوبشن. الهيلب هنا بتبقى وظيفتها اللي هو بيقول لك ايه الحاجات دي عبارة عن ايه، او التاب اللي انت فيها دي ايه هي، او ايه علاقتها، او بتعمل ايه، او ايه هي لازمتها. هيقول لك يعني الحاجات اللي موجودة اللي هم دول، وازاي اللي انت تتحكم فيهم. بس طبعا دي وظيفتي انا في الفيديو ده اللي انا اقول لك من غير ما تفتح الهيلب دي ايه هي الحاجات دي، وبالفعل انا عرفتك ايه هم لازمتهم. بس نرجع للحاجة اللي احنا عاوزينها. انا دلوقتي عاوز اللي انا احذف الحاجات دي. اعمل ايه؟ تروح للسكرين اوبشنز، هتلاقيهم اللي هم كلهم هنا موجودين. طبعا هنلاقي حاجه اسمها اليمنتر اوفر فيو، دي مش هتلاقيها عندك غالبا، وهقول لك دي لازمتها ايه بعدين. بس انا مثلا مش عاوز الكويك درافت دي، هدوس كده. مش عايز الات اجلانس، فين اهي، اكتيفيتي، ووردبريس ايفنتس، سايت هيلز، كده بقت فاضية خالص. طبعا لو انت عايز مثلا الاليمنتور اوفر فيو، وزي ما قلت احنا يعني في سيكشن كامل هنشرح فيه هو الاليمنتور ده، فيعني بس انا لو عايز اخليها فاضية خالص، عايز مثلا اسيب السايت هيلث والاكتيفيتي بس، وممكن نخليهم هنا كده يبقى شكلهم ظريف. بس دي تبقى الحاجتين بس اللي موجودين في الداشبورد. يعني حاجة مش هتحس بقيمتها قوي الا قدام شوية لما نبدأ بقى نضيف اضافات، وتبقى واحد اونر لموقع، وتبقى شايف بقى الفورمز وازاي شغالة، ويعني هتبقى قصة كبيرة قوي هنتكلم فيها بعدين لما المواقع تتطور شوية عن اللي احنا فيه ده دلوقتي. نيجي بقى للتابة التانية وهي الابديتس. طبعا الابديتس لو انت متابع الكورس اول باول ممكن ما يبقاش فيه الايقونه بتاعت العلامتين الحمر دول. وتعالوا نروح لتابة الابديتس ونفهم ليه اصلا في اتنين، او في يعني في حاجتين مفروض نعملهم جوه. لو رحنا للابديتس
استنى الموقع يحمل. ايوه هنلاقي اللي فيه حاجتين عاوز يتعمل لهم ابديت. حلو، بس تعالى يعني ناخد التابة بتاعت الابديتس من اولها لاخرها. هنا يقول لك ان الكرنت فيرجن بتاع الووردبريس بتاعك هو 6.4.3. ده اخر فيرجن نازل. طبعا الفيرجن بوينت 5 نازل قريب. يعني بيقول لك ده الفيرجن بتاع الووردبريس بتاعك حاليا، لو انت يعني احتجت بعدين تعرف ايه الفيرجن اللي انت شغال عليه. لو عايز تعمله ري انستول او في مثلا مشكله في نسخه الووردبريس، ودي حاجه قدام هنتكلم عليها امتى نعمل ري انستول وامتى ما نعملش. بتقول له هنا ري انستول، بينزل لك نسخه جديده مع الحفاظ على المعلومات بتاعه الووردبريس بتاعتك. يعني مش لما تقول له ري انستول هيروح عامل لك فورمات لكل الداتا، لا ده هو بس هيعمل ري انستول للووردبريس المعلومات الكور بتاعته، يعني مش هيجي جنب المحتوى بتاعك خالص. وهنا في حاجتين دول المهمين بقى. البلجنز، انت عندك كام بلجن عايز يتعمل لها ابديت، وعندك كام سيم عايز يتعمل لها ابديت. طبعا بتبقى ظاهره هنا اللي الاليمنتور عايز يتعمل له ابديت من الفيرجن ده اللي هو ده للفيرجن ده. نفس الكلام السيم اللي احنا هنستعملها بلوكسي من الفيرجن ده للفيرجن ده. طب انا مثلا عايز اعمل ابديت، ممكن تسلكت بلجن انت عايز تعمل له ابديت، او ممكن تقول له هنا سلكت اول، يعني لو انت عايز تحدث الموقع كله. يعني بس في ميزه السلكت اول واللي انت تسلكت حاجه حاجه، يعني لو انت عايز تعمل ابديت لبلجن وبلجن لا، بس احنا هنقول له هنا سيلكت اول، ونقول له هنا ابديت بلجنز عشان نحدث الاليمنتور. هنقول له ابديت. وطبعا زي ما انا ما قلت الاليمنتور ده هنتكلم عنه بعدين، ليه سيكشن لوحده. هنقول له هنا ابديت. طبعا دي بقى بتبقى على حسب السيرفر وسرعة النت عندك. الابديت هنا ممكن ياخد قد ايه، او هنا خلص عندي. هنروح للابديتس تاني كده، الاليمنتور خلاص اتعمل له ابديت. نروح للابديتس، وهنا نعمل ابديت للسيم بتاعت بلوكسي. طبعا دي نوتيفيكيشن، وهقول لك ازاي تبقى تتحكم في النوتيفيكيشن دي بعدين، بس يعني النوتيفيكيشنز دي ممكن اللي انت تحذفها من هنا. اهي كده السيم اتعمل لها ابديت. ممكن اللي انت تشيل ده مش عايزينه وتشيل ده مش عايزينه. ونروح لتابة الابديتس تاني. طبعا هنلاحظ الحاجتين اللي كان عايز يتعمل لهم ابديت خلاص اتشالوا عشان احنا خلصنا. هتلاقي اللي هنا بيقول لك your plugins are all up to date، ونفس الكلام في السيمز. وكده نبقى خلاص مسكنا التاب بتاعت الداشبورد الهوم والابديتس، يعني طحناهم. مفيش معلومات اكتر من كده انا محتاج اقولها لك في التاب دي، يعني عشان دي حاجات مش هنستعملها كتير قوي قدام. وبس كده، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه في فيديو النهاردة عن تاب الابديتس والهوم بيج او الداشبورد.